شكون ينجم اليوم يكون في وسط ميدان الترجي حسب رايك؟ انا نحكي اسال فيك انت فني. لا نفسي كمان انا والله حقك يسال هو السؤال هذا نفس النقطه هذه كنا تكلمنا فيها في الاوف، وهو على قناعته فهمتني انه لليوم معناها انه تفركس على المثلث هذا نتاع نص الميدان، وكان ضد مثلا الخيارات اللي موجوده في بدايه ولا في اللونتام نتاع الماتش. الور كو كل مدرب عنده علاش بدا بهذوكم، دونك نخليك انا الكلمه باش تفهم الخلفيه. شوف الكاليتي نتاع اللاعبين الموجودين، تبقى الخيارات اكيد الملعب هو اللي بيكون. لا حسب رايك انت كفني اليوم لو انت على ذاك اللاعب الوحيد نحب نراه في الملاعب في الملعب في وسط ميدان الترجي هو تقى، لانه يعني تونسي اول شيء مصلحه الفريق الوطني. اثنين تقى ظاهر في المقابلات الكبار ضد الانديه الكبيره. مستوى احنا نتصوروا العام الثاني في الترجي باش يكون احسن من العام الاولاني اذا نعرف نستغلوا امكانيات اللاعب هذا، خاصه انه تونسي. واضح. شوف بالنسبه للوسط مش عطينا التوليفه شكل ما اعطينا التوليفه الصحيحه للوسط الميدان حسب السيركونستانس نتاع الماتش نتاع الادفيرسير. بني ولا اهولو ولا كوناتي ثم تقى اولو باهي هذوما سون معناتها دي جوار دو باز انا حسب رايي انا. وشكون الثالث اللي معاه؟ ينجم يكون معاه، ينجم يكون دربالي، ينجم يكون اسمه كوناتي كي انكار في الوسط اوغبولو بعد شويه قبلو. مي لي دو جوار دو باز هما اولو تقى، ثم من بعد التركيبه نتاع التريانجل وكيفاش يكون اسكو دو ولا واحد القدام ولا واحد واثنين القدام حسب لي زوبجيكتيف حسب مجريات المباراه تاع الماتش. وانت المباراه واش حاجتك وقتها وشنو تتطلب. واضح. احنا شفناه عمل سنتينيل افيك ادروات واغوش صحيح ثلاثه كان اولو ديما سنتينيل بالضبط. وزوز قدام هولو يمين يسار. يمين يسار صحيح. جو كروا بعد البيريود تاع غوداج والادابتاسيون تاع الدربالي اكيد باش يكون يفا بريتي مان فور حل من الحلول مع لي زوترونجي اقبلوا عملاو الكيف كيف. لكن ما نساوش جدا كوناتي اللي مؤشرات ايجابيه جدا. كوناتي اللي هو بعض الاحيان حتى معنيك باش تلعب 2-1 باش يكون هو موجود في راس المثلث، خاطر تو شفناه حتى كومرولي ولا فما حاجه اوبسيون اخرى زاد ساس قادر يكون موجود زاد كذلك تحت راس الحربه. يجب يكون لاعب وسط هجومي ديكلاري بدور صنع العاب. هذوما سامحني بينما هنا يسموهم لي بروبليم دي ريش. فاش في النومبر وفي الكاليتي. هذا هو البروبليم دي ريش. يعني ربي بقى عليهم الستر. راهو يا مالك رجوع رودريغيز باش تلقى من بعد راهو في اي لحظه تنجم تلقى ساس ورا رودريغيز، لانه شفنا زاد كيما حكينا على ثنائيه ساس والبلايلي راهو رودريغيز منجح الموسم اللي فات الا في كل مره كان يلقى ساس موجود في الظهر نتاعو. وهنا وقت اللي نرجعوا باش نخليني نبرد لك على قلبك كيما نحكيو هكا على التريونجل نتاع وسط الميدان. راهو تريونجل كيما تلعب بال4-1 كيما تلعب بال4-2-3-1 ما تنجمش تجي في مباراه مثلا ضد الاهلي المصري باش يلعب باربعه معناها بال4-1 ويحط معناها باش يكونوا زوز قدام ويلعب واحد سنتينات. بار كونتر وقت اللي معناها شفنا مباراه الاهلي السنه اللي راحت وقت اللي كانوا لي دو بيفو كانوا زوز معناها باسبي ديفونسيف اللي قدام خط الدفاع. دونك هنا طريقه الاستراتيجيه طريقه تحضيرك المنافس هي اللي تفرق. لكن اللي قالوا سي شهاب توا على ليفكتيف ريش هو النقطة الإيجابية اللي موجودة في الترجي اللي هي الدوبلور اللي موجودة في كل بوست واللي تخليك تلعب على أكثر من وجه. واضح. سامحني بإيجاز دقيقة واحدة على المقابلات الكبيرة هي اللي تظهر قيمة المدرب وقيمة التوليفة اللي مش يعملها. مثال مقابلة الأهلي عملناه نرجع له بتاتر كاروبير. بالنسبة لي أنا الترجي لعب شوط على زوز مباريات هو الشوط الثاني. صحيح. بس التوليفه كانت على الناس مش تلعب فينال مش تحب تربح. على مقابلات على 4 اشواط في زوج مقابلات ذهبيه لعب الشوط الثاني والشوط الثاني عدى شوط كبير برشا في القاهره وكان هو دوميناتور. لي شوا التوليفه اللي نحكيو عليها سيرتو الفكر نتاع المدرب بالليفكتيف هذايا يلزم وراه فكر
كبير وفكر نتاع وخاصة حسن اختيار، فكر نتاع جرون كلوب كونكيرون، الكلوب كي يجوا لي تيتر واللاعب الشامبيونات تونيزيان ما فماش اشكال. واللاعب هو اللي يصنع المدرب ومش العكس. اكيد تستنى فيه زاد مقابلات على المستوى العالمي. أكيد. لازم الفكر يكون فكر نتاع مدرب كبير.